اهلا بكم في قناتكم قناه اسرار الشطرنج. النهارده الدروب الجديد نتعلم منه اوبننج من الجيم اند جيم. تعالوا نلعب ونتعلم مع بعض. نعمل برضو كاستم ونعمل 10. $2440 كويس. دي 4 لعب ماشي. نضغط الحصان على طول، ناكل نلعب سي 5. طبعا فكرة اكيد مش موجوده اصلا خالص على فكره، يعني مش موجوده. بس معرفش بقى انها اللي كام على الانجن، ممكن تكون موجوده في الداتابيز بقى، الله اعلم يعني. فده زق البداية ده على طول على فكره. ماشي. دي تحضيره، يعني دي تحضيره مره كنت محضرها الاشكال دي، يعني الشكل المعين ده بيتلف في الكلام ده. ماشي بالفيل، ممكن امشي بالحصان هنا دلوقتي تقريبا، يعني عايز البدأ ده تقريبا، يعني دي الصح يعني. الفيل دي هنا بيطلع دي جامدة تقريبا يعني برضو. هات وزيرك، يمشي انا اجباري باكل ده بتمبو. وزير بيموت تقريبا، مش عارف يعني. لازم اغطي بالحصان تقريبا باكل ده. تحضيرك قوية، يعني انا كنت محضرها مرة زمان لحد او يعني الشكل ده المعين بتلعب لي كتير. طلعت بتلعب اي 5 عادي. تاني كش ممكن امشي على فكرة، هو بيوسع مكان للملك يعني، الوزير قصدي. طب لو عملنا كده ياكل اكل يحمل ده عادي، يعني ممكن يمشي كده عادي. هات البدأ ده. طبعا لو طلع حمل بدأ كده، هو عنده حصان هنا جامدة أوي بكش، يعني الدور باظ منه خالص تقريبا، يعني كش كده. ممكن ألعب جي 3 جي 6 قصدي. لو أكل ده بديله دي في وشه، مش هيستحمل الجيم ده ولا يستحمله. يستحمل عادي. كان امشي بحصان تاني، خلي بالك إن هو طالب ياكل حصان في ده دلوقتي، بس ما داش شكله أساسا. باكل اديله كش دبل أصلا يعني. ممكن ألعب دي كده. هات لو كلت بدأ أكل فيلك. مش عارف الكلام ده صح ولا احنا بنألف كده شطرنج ولا ايه، مش عارف أنا بصراحة. جي 6 أأمن. عايز أطلع بالملك كده، أشغل رخ معاه. لعبت ممكن كوين اي 7 كانت كويسة برضه على فكرة. كده ممكن تلاقي معايا تفوق مثلا 3 4، بس تكمل صح بقى. دي المشكلة بقى، انك تكمل صح. ممكن لو زق على الفيل، لو زق على الفيل كده ممكن العب دي مثلا ولا حاجة. هات الحصان ده. لكن ده مش مشكلة، بطلع بملك في 2 ووصل وخم بعض، عشان لو حبيت امشي بوزير في أي حتة. امشي هنا امشي هنا، شوف يعني. طبعا دي برضو دي يعني عملية شوية، بفتح للملك ثانيا بنعلم الفيل الحصان يجي ينط كده يمين ولا شمال.
هو كده كده الحصان مش بينط اصلا في اي حته، اكل البيضه طبعا. لعب سهل وبسيط. ماشي، ممكن امشي كده خلاص بقى. عايز ايه؟ في أي لحظه بقى كده امشي بوزير في حته مثلا، يبقى ده الوزير ده يبقى مهدد بقى بالتهديدات مش حلوه يعني. ممكن امشي كده الفيل بتاعك برضه قويه. ضغط على على الدنيا هنا. ماشي، ابرخ واحد احتياط عشان خاطر ايه لما يلعب دي. اه صاحبي ممكن ياكل دلوقتي، ده عيبه. ماشي مش مشكله. ده مش بالحصان على طول المفروض يعني، بس مش مشكله مش مشكله. دوره كويس برضه. خسران هيبقى خسران بدقيقة بس دوره كويس. ازاي ما اعرفش. يبقى عندي كش جامدة واخد ده بعد كده ممكن في لعب جديد. حلو. هات الحصان ده كده. ممكن ياكل بكش ياكل ده. ارجع بالفيل. معرفش ارجع بالفيل فين. ارجع هنا. العب دي لازم ياكل. ياكل هنا اكل بكش ياكل قطعة. إيه. ارجع بفيل هنا يزق اتنين. امشي بكش دبل. مش عارف، عايز احسبها كويس اللعبة دي. العب دي ياكل بكش ياكل ياكل. العب فيل. كويسة والله. هات الحصان ياكل بكش ياكل. العب دي في وشه. يزق على على الفيل. معتقدش هيعيش يعني، ياخد الكش دي معرفش يعمل فيها ايه. ياكل الفيل ياكل رخ بكش. في لعب جامد. ممكن لو مش ملك وبديله كش على طول. خلي بالك هو عنده قطع كتيرة جدا سلبية ما بتلعبش. ايه؟ فيل ما بيعملش حاجة. فيل رخ ده كله ما بيلعبوش. يعني التلات قطع دول منهم بالذات كمان الفيل والرخ دول، يعني ده ممكن يمكن شغال هنا شوية، لكن دول الاتنين دول مفيش يعني، مش معانا في اللعب. اعتقد لازم ياكل بكش بنسبة كبيرة قوي يعني. لما يمشي بيه بقى يمشي بيه فين ما اعرفش بقى. يمشي بيه ساعتها ممكن امشي كان لازم ياكل بكش. بقى هات كشفة دي كده. طبعا لو زق كده بديله الكش دي اخد منه رخ. طبعا لو مشي بملك طبعا لازم يمشي هنا مثلا. بنزل كده هات ده بكش. مش عارف يحميه ازاي. ملوش حماية تقريبا يعني بنسبة كبيرة وملوش حماية. وعندي كش طبعا دوبل كمان واخد الفيل اساسا. لا في لعب جامد. طبعا لو زق كده بداله يعني ده زق كده الكش دي. زق كده الكش دي. ياكل الفيل ياكل الرخ. دول حلو. طالب بعد كده وزير هنا خلي بالك بقى. هات وزيرك. في طلبات كتير وفي ما بيلعب ما مش طالع. ده ممكن كمان اكل كده بكش ياكل اديله كش دي واخد رخ تحت بلاوي.
معرفش هو لعب في كذا لعبه لعبها وحشين بصراحه في الاوبننج، بس هو لو كان طلع بالحصان في الاف 3 بدل مكان الاي 2 كان يبقى الدور احسن شويه تقريبا يعني، يبنى لي اصلا فكره الاي 5 دي اصلا. ساعتها بقى بياكل بقى ما بيعملش حاجه مش حامي الدنيا، بس بقى ممكن العب وزير 2 طبعا برضو يعني. تحضيره قوي يا اخوانا مش سهل، بس كذا حد كان بلعب معاه التفريعه النمزو دي قال لي العب لي الاف 4. طب بعدين انا كل واحد لعب لي الاف 4 تبوظ الدنيا. لقيت بعد ما تعمقت شويه في التحضيره دي لقيت ان الاي 5 كانت قويه جدا، بياكل ياكل ويزق، بدا بتاخير ان هو يزق. طبعا لازم يضحي فرق طبعا بنسبه كبيره قوي يعني، عايز يكسر طبعا كمان. طب ممكن العب دلوقتي دي ولا ايه اعمل دلوقتي؟ هات البدء ده، هات ده بكش كده. طب لو حامل بالفيل العب دي، هات الفيل بتاعك حامل فيه بالرخ، واكل رخ في فيل واكل بكش واد الرخ. لا لا دور جامد بقى. حمام من هنا ماشي. نلعب بس دي كده ممكن، بس يجيب رخ دلوقتي يعمل لي مشاكل. خد وزيرك ده يروح فين بس الاول عشان بس ميبقاش طالب البدء ده بتاعي، ميبقاش طالب البدء بتاعي عشان دلوقتي هو هيجي بالرخ يضغط عليه. انا ممكن سمن كمان اضحي كده خلي بالكم. رخ في البدء واكل بكش واكل الفيل بكش يا لهوي. ودلوقتي يمشي كده انا عارف هقول له هات وزيرك تاني. لو جه كده بيجي في وشه بس. هات كش كده. كش يلعب ياكل طبعا. لو اكل باكل بكش، لازم يمشي هنا يا هنا، في الحالتين باكل بكش. لو هنا جه هنا بديله كش في كش مات، جه هنا بديله كش في كش كش جه هنا. يا عم ده هيموت مني. كش يا عم كده معلش. الحالتين بيموت تقريبا يعني، نسبة كبيرة قوي يعني. تحضيرها قوية جدا يا جماعة، فخ رهيب ضد بيضة وزير في التفريعة دي بالذات. معرفش يروح فين بقى. لو جينا ياخد كش مات في واحد، لو جينا بياخد كش مات تقريبا برضه هيسلم دلوقتي نسبة كبيرة قوي يعني. كش مات في واحد. دور رهيب، رهيب يعني. يعني بصراحة من أحسن، من أحلى دور لعبتها، بس هنشوف هو غلط فين يعني، هنشوف هو غلط فين بصراحة. أنا هشوف الدقة بتاع الدور ده كام. أعتقد دقة عالية جدا في الدور ده، هنشوفه آخر الدور. لعب دي 4 ان في 6 سي 4 اي 6 ان 3 طبعا بيشوب بي 4 زق كده. طبعا أنا أكلت هنا طبعا الأكلة دي مش يعني، أنا أول 3 نقلات في الإنجن مش موجودة يعني، أول 3 نقلات في الإنجن ممكن تكون رابعة والخامسة الله أعلم. أنا أكل سي 5 تاني على الإنجن، بيشوب دي 3 دي 6 اف 4. هنا بقى اي 5 على طول هنا موجودة. لعبت دي لعبه هو ان اي 2 مش يعني، هي النقله التانيه على الانجن بس مش احسن حاجه. طبعا هنا بس تموف على الانجن اي 5. طبعا هو منطقيا تاكل يزق. طبعا زق دي مش حلوه بقى، تخيلوا بقى يعني هنا الزقه دي عشان تلعب دي انت بتاخد مساحه وبدأ سالك ومدعم، دي بتخلي ما تفوق انا نص. طبعا اي 4. طبعا هو ايه مشي بفيه طبعا، بس هو بيمشي بفيه خلي بالكم. لو كل كده باكل كده حصانك دور كويس جدا. خلي بالكم الحصان بينط هنا، في فيل بيجي هنا بتمبو في بلاوي. طبعا مش هو بيشوب سي 2. لعبت انا ايه طبعا مش احسن حاجه خلي بالكم، دي برضه دي النقله التانيه على الانجن بيقول لك كده العب ان اي 5 هدا. بس طبعا دي احسن عشان خاطر بطلب انت الكش دي. طبعا هنا المفروض يبيت ويسيبك يعني، بيت ويسيب لك البيضه ده بقى وخلاص يعني وانت اصلا ما بتاكلش البيضه يعني، بيبيت تلعب اتش 5 مش عارف ازاي يعني. وطبعا هنا راح لعب ان جي 3. هات فيلا هات وزيرك ده اداني كش شيل بيقول لك بيست موف على الانجن. لعب كوين ب 3. طب خد كش دي يا عم، بيقول لك هنا اتش 5 برضه، ما اعرفش ايه اتش 5 دي معناها ايه يا جماعه مش عارف.
بس تاني على الانجن كش طبعا مشي. كينج دي 2 برضه اتش 5. لعبت انا برضه نقله مش حلوه قوي، مش موجوده في الانجن. جي 6 دي مش موجوده خالص، بس يعني مش وحشه، ما ضيعتش التفوق كله. يعني بقول لك انا العب كوين اي 7، العب كينج جي 8، العب اتش 5 برضه، مش عارف ليه برضه، يعني برضه نفس القصه. المهم لعبت انا هنا جي 6، اكل البيئه طبعا. لعبت عادي كينج. لعب روك اف 1 طبعا عايز يضغط على الحاجات. لعبت روك اف 6 طبعا. دي مش حضرت التفوق كله، خلي بالكم ده اللي كان عنده هنا بقول لك كوين اي 6، مش عارف ليه يعني انا بقول لك انا العب ان اي 5 عادي، يعني العب دي حامل البدأ بتاعك عشان لو مشيت بحصانك وفي نفس الوقت عايز تاخد ده بكش. المهم يعني هو لعب هنا لعب اتش 3. لعبت هنا كوين دي 6، هات الحصان بتاعك. طبعا اكل، طبعا دي مش حلوه، اكلت بكش. اكل بيشوب اف 5، طبعا ضحى الفرق اجباري. ده النقله الثانيه على الانجن، يعني بيلعب جي 4 طبعا مش حلوه طبعا، خلي بالكم جي 4. بس انا كنت محضر عليها حاجه ثانيه مش مرعوبه، يعني بقول لك جي 4 انا كنت محضر دي على فكره، بس بقول لك مش حلوه دي. بقول لك العب ان اف 2 بكش، اديله كش بالاثنين. ولو لعب دي، لو لعب هنا بتلعب روك اي بي 8. وزيرو اتحبس، خلي بالك يعني وزيرو هنا ميت. يعني كده لو اكل ده معرفش، بقول لك اديله كش كده. لو رجع تاني تلعب كش، معرفش. طب ما انا عايزين نكسب حاجه، طيب يعني تلعب دي وتاخد منه قطعه ممكن برضه يعني، مش عارف يعني. هنا في لعب كتير عكه كتير يعني. المهم هو هنا طبعا ما لعبش. انا شوفوا كنت محضر على اللعبه دي على فكره، خلي بالكم يعني كش دي بصراحه يعني. ياكل كده اكل ده، يعني ده اللي انا كنت محضره معايا تفوق كده مثلا داخل في ايكوال يعني. يقول لك العب بيشوب اس 3 والدنيا حلوه معاه، يعني دوره اتظبط شويه، مش عارف. هو طبعا ما لعبش جي 4 اصلا. هو هنا لعب اكل الفرق على طول، لكن الفيل ده قوي اكله. كلت. لعب هنا كسرني طبعا، مشيت بالوزير. هات البيئة ده بكش طبعا. حماه من هنا، هات يا عم وزيرك طبعا. مشي هنا، هات وزيرك. مشي هنا، بوم بريليانت. اعتقد دي بريليانت، مش حاطينها بريليانت ولا حاجه. طبعا اكلت. يلا كش مات. شوف طبعا الدقه، الدور ده عايز اشوف الدقه بصراحه، يعني الدقه ده بتاعت الدور ده اعتقد الدقه عاليه شويه. وفي بريليانت على فكره. بريليانت اعتقد هي رخ في فيدا دي اعتقد يعني. اعتقد الدقه مش تبقى اعلى حاجه يعني، ممكن حاجه 90، بس مش تبقى اعلى من كده تقريبا يعني. 90% يعني، لا بقى قليله برضه. طبعا بريليانت احنا قلناها يعني. مش عارف بريليانت تبقى فين، هنشوفها فين مكانها بريليانت دي. يعني جي 6 مش احسن حاجه طبعا. طبعا دي بريليانت، دي بريليانت. طبعا بريليانت يعني قويه جدا يعني. طبعا دي بيموت خلي بالك، حتى لو مشي كده دلوقتي يعني. هو مثلا فرضا هو مشي كده مثلا يعني تاخد ده بكش هيموت يعني، ما اعتقدش هيعيش يعني. كش يجي هنا في هده بكش مات، ما اعتقدش هيعيش. طبعا هو لازم ياكل طبعا، لازم ياكل طبعا دي. خلاص كده بقى الدنيا باظت معاه. طبعا تحضيرها قويه جدا، بتنفع طبعا. اللي بيلعب النمزو هيعرف الكلام دوت، لان هي اصلا الاف 4 دي من الحاجات اللي بتقرف الاسود شويه في التفريعه دي. فطبعا لقيت لي عليها التحضيره دي، بس طبعا هو برضه وحش، برضه وحش طبعا يعني. اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.